التالتة دي السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل بإذن الرحمن محافظة التاسعة page 73. أنا بحل من كتاب A week is enough. خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم طبعا احنا قلناها 1000 مرة عشان أحل الديالوج لازم أقرأ التايتل بعد كده أكمل. منال and وسام are talking about learning English. منال وسام hi وسام can I ask you some questions? Yes of course. Is it interesting to learn English as a foreign language؟ هل حاجة مهمة إن احنا نتعلم English كفورين لانجوج كلغة تانية لغة خارجية يعني؟ فأكيد التانية هتقول لها إيه؟ yes of course أو yes it is أو yes of course بالطبع بالتأكيد أكيد يعني. فهمت؟ وسام ردت على منال قالت لها because it is useful in our studies لأن حاجة مهمة جدا ومفيدة لدراستنا. خلي بالكم studies معناها دراسات about many things حاجات كتير. يبقى السؤال هيبقى ايه؟ هل هو مفيد؟ قالت لها ايوه because it is useful. لا السؤال هتقول لها ليه بتتعلميه؟ فقالت لها عشان هو مفيد لينا. يبقى why do you، وفي سؤال تاني هقوله لكم برضو بعد دي، why do you learn English؟ ليه بتتعلمي ايه؟ English. طيب تعالى التانية بقى، بص السؤال بقى تاني، هو قال له is it interesting to learn English؟ هل دي حاجة شيقة وممتعة انها اتعلمها؟ قلت لها ايوه it is useful in our studies ده مفيد جدا لدراستنا. why برضو، بس بص بقى الإجابة التانية why should ليه يجب ان احنا learn English؟ ادي الاتنين صح. فهمت كده قصدي انا بتكلم في ايه؟ why should we learn English؟ ليه يجب ان احنا نتعلم English؟ why do you learn English؟ ليه برضو تتعلمي English كده؟ هتلاقيها because it's useful in our studies مفيد لدراستنا. هتلاقيها certainly بالطبع it is useful in using the computer ده مهم جدا في استخدامنا برضو للكمبيوتر. يبقى is it لان هو سألني it is اهو، يبقى اسأل بقى is it هل هو useful؟ is it useful in using the computer؟ is it useful in using computer؟ هل هو مفيد في استخدامنا للكمبيوتر؟ أم التانية هتلاقي certainly بالطبع. طيب how can I improve my English؟ ازاي احسن منه؟ عن طريق الاستماع، عن طريق التحدث، عن طريق القراية. كل ده اهو ممكن اقول by reading and listening عن طريق الاستماع والقراءة. خلاص كده تمام. I see I will do my best to improve it ده انا هعمل ما عندي عشان احسن منه. فالتاني ممكن تقول ايه good luck حظ سعيد، حظ اوفر. الحاجات دي كلها احسن يعني. فهمت قصدي انا بتكلم فيه؟ طيب اللي بعديها يا مستر السؤال التاني مهم جدا جدا. بصوا يا حبايب قلبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الكومبريهنشن دي او القطعه ديت الباسج الصغيره دي عشان احلها اعمل ايه؟ ترجموا ده الاول الله يكرمكم واقروا لحد الفول ستوب او الكوما واقعد امشي جزء جزء. طبعا الحاجات دي قاريها قبل ما اقول لحضراتكم. طيب هو بيقول لي هنا ايه؟ children are very dear to us we all work hard to make them كنا بنعمل باجتهاد وتعب to make them ايه happy عشان نخليهم فرحانين feel happy. يبقى خلاص كده انا خدت فيه لو feel ايه happy. when children are well لما الاطفال بيكونوا كويسين space up brought up بنجعلهم خليهم they will be good ده بيكونوا كويسين good people that are useful مفيدين جدا to ايه يا مستر؟ مفيدين لمين؟ اما تشجع الاطفال وتكلمهم باسلوب كويس هيكونوا مفيدين لمين؟ society لمجتمعنا اكيد. يبقى دي نمبر 3. اللي بعديها يبقى كده خلاص خدنا دي ودي. تعالى بقى on the other hand وعلى الجانب الاخر if children are neglected لو اهملناهم. ايه لا neglect يعني يهمل. لو اهملناهم ايه اللي هيحصل؟ many problems معظم المشاكل will ايه disappear ولا appear in society later on؟ لا will appear استحالة اقول disappear. دي نمبر 4.
بيقول لك لو are neglected many problems. بص بقى، لو أهملنا بعض المشاكل إيه اللي هتحصل؟ لا هتظهر طبعا. يعني أهملنا بعض المشاكل، المشاكل هتختفي؟ لا طبعا هتظهر. خلاص كده تمام. ندخل على اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي تشوز اهو، ثواني عشان يبقى واضح برضو لحضراتكم. يلا انا بحل في بيج 74. خلاص كده حبايب قلبي، يلا خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. People in this hospital have special care. عندهم رعاية خاصة. The word special. Special يعني مميز، خاص. يبقى particular طبعا صح. particular يعني محدد، خاص، خاص بناس معينين. public يعني عامة. normal طبيعي، ودي حاجة مش طبيعية، حاجة special. careless يعني مهمل، عامل زي كلمة neglected اللي لسه كنا بنحلها. children shouldn't stay awake. الأطفال ما ينفعش يفضلوا صاحيين till late hours، لمدة ساعات متأخرة. the synonym of awake is ايه؟ يعني ايه awake؟ صاحي مستيقظ. disabled يعني غير قادرين على شيء. asleep يعني نائم. هو عايز ايه اللي بتساوي صاحي؟ sleepless اللي هو عدم النوم، اللي هو اليقظة. وفينت يعني مغمى عليه. the prefix miss بتبقى عكس المعنى. in the verb misunderstand means ايه؟ means again تاني؟ لا. misunderstand يعني في سوء فهم. between غلط. across غلط. wrongly دي اللي صح. wrongly يعني خطأ. خلاص كده تمام. اللي بعديها يا مستر I have just won the swimming competition. ده أنا فزت بمسابقة السباحة. the word competition يعني مسابقة، ممكن أبدلها بكلمة contest يعني مسابقة. وفي championship كمان بالمناسبة. خلاص كده حبايب قلبي. اللي بعديها saying unkind or cruel things يعني كلام بذيء، كلام سيء about someone online، عن طريق الأونلاين. ده اسمه إيه؟ اسمه سايبر بولينج، يعني التنمر، بس تنمر إلكتروني. خلاص كده عن طريق الإنترنت. he bought a ticket اشترى تيكت and watched the match الماتش in the stadium في الاستاد. this means he was ايه؟ ده بقى متفرج، يبقى spectator. player ده لاعب، خطأ طبعا. خلاص كده تمام. organizer منظم. خلاص كده. طبعا عندكم من اللي هي بتاعت الفقاعة الطبية زي جروب طبي كده، قافلة طبية والحاجات دي، عندكم برضو الكلمة دي. خلاص كده حبايب قلبي. طبعا احنا في بنحل اهو في بيج 74، كنت موضحها قبل كده. we space spend the weekend الأجازة in Port Said everything is arranged كل شيء كان متحضر له. شايف كلمة arranged تحضير لشيء؟ ده present continuous. الإجابة هتبقى، أنا هكتبها هنا عشان المساحة، الإجابة هتبقى are spending. are ايه يا مستر؟ spending. ليه؟ لأن arranged ده ترتيب، ده present continuous. number 2 I couldn't answer the doorbell. أنا ما عرفتش أرد على الجرس بتاع الباب لما حد كان بيرن الجرس، عشان كنت أنا بعمل إيه؟ كنت بستحمى، مستمر في عمل شيء. بعد as past continuous أهو، يبقى I was having. خلاص كده تمام. نمبر 3 بسم الله. none of E won the first prize. واحد منهم فاز بالجايزة. يبقى none of them ولا واحد فيهم. none يعني لا، ولا واحد فيهم فاز بالجايزة. طيب أحمد has been to أسوان for a year he is still there. وما زال هناك. لا يا مستر، معنى ذلك إن هو راح ومرجعش. دي نمبر 4. يبقى he، وطبعا كاتب أحمد اللي هو he has gone. أهي الإجابة هي has gone. طب ليه قلت has gone؟ لأنه راح ومرجعش أهو. he is still there. هنكتب كلمة has gone، مش هكتب كلمة he طبعا. خلاص كده. أنا قصدي أكتب لك هي عشان أعرفك أنا هاخد have ولا has. خلاص حبايب قلبي. نمبر 5 you mustn't wear a heavy coat. ما ينفعش تلبس جاكيت تقيل. it isn't very cold outside. الجو بره مش برد، يبقى انت مش مضطر اللي انت تلبس جاكيت. يبقى you don't have to. don't have to مش مضطر. خلاص كده تمام. البيج اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده الديالوج باين لحضراتكم. انا بحل في بيج 75. خلاص كده حبايب قلبي. يلا بسم الله. ريم is inviting عزة to her sister's wedding party. ريم بتعزم عزة على فرح اختها.
خلاص كده تمام. اخت مين؟ اخت ريم، لان اقول لك اهو ريم is inviting، ريم بتعزم مين؟ عزة to her sister's wedding party، على فرح اختها. فريم بتقول good evening يا عزة، good evening يا ريم، how are you، عاملة ايه؟ فقامت ريم قالت لها fine my sister is going to get married، اختي هتتجوز. فقالت لها I'd love to، والله وانا حابة ده، مبروك. يبقى كده هتقول لها اهو ده انا عازماكي على فرح اختي، يبقى I'd like to invite you، ده انا عايزة اعزمك. I'd like to invite you about، عن ايه؟ about my sister's wedding اهو، او wedding party، ده انا عايز اعزمك على فرح مين؟ اختي. I'd like to invite you about my sister's wedding، عن حفل زفاف مين؟ اختي. خلاص كده تمام. قامت قالت لها I'd love to، الله ده انا حبيت ده، congratulations مبروك. فسألتها سؤال، قامت ريم قالت لها it will be next Thursday، ده هيكون الخميس الجاي. فكده هتقول لها امتى؟ يبقى when ايه؟ اكتب لك will، يبقى اكتبها when will it be، امتى هيكون؟ هتطلع I am really happy for her، ده انا فرحانة جدا والله. at home هيكون في البيت، يبقى where اين؟ where will it be، أين هو سيقام؟ هيكون فين؟ at home. would you invite سما please، ممكن لو سمحتي، هيرين بتقول لعزة تقولها ممكن لو سمحتي تعزمي سما على الفرح. فالتانية قالت لها حاجة، فقالت لها I don't know her address، أنا معرفش عنوانها. يبقى كده تقول لها إيه؟ I am sorry، أنا آسفة والله معلش أنا معرفش عنوانها. فقالت لها you could email her، طب تقدري تراسليها. فالتانية هتقول لها حاجة، فتقول لها she's one of my Facebook friends، دي من صحابي على الفيسبوك. يبقى تقدري تبعتي لها رسالة you could email her، يعني تراسليها. فقالت لها وتصدقي جدعة، اوكي good idea، دي فكرة ايه؟ كويسة. she's one of my Facebook friends، اللي هو جدعة اما انتي قلتي لي كده. ندخل على اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعوا تنسوا احنا في page 75. خلاص يلا. I have 3 friends، انا عندي 3 اصدقاء in England، في انجلترا. I usually send them، انا على طول ببعت لهم ايه؟ ببعت لهم is، لا ببعت لهم places اماكن، ببعت لهم messages طبعا رسائل. يبقى كده اول واحده مع السلامه. one of them، واحد منهم space going to visit Cairo، واحد منهم يبقى is، واحد منهم. we have made some، احنا عندنا some ايه arrangements، ترتيبات. we are visiting the ايه، احنا هنزور ايه، وتمبلز والمعابد and the Egyptian museum، يبقى كلها حاجات أثرية. يبقى we are visiting the ايه، the pyramids، يعني ايه pyramids؟ الأهرامات اهي. اصل استحالة اقول we are visiting the ancient، ايه ancient ده؟ خلاص اللي بعديها بقى which are full of، اللي هي المتاحف المصرية او المتحف المصري، ده مليان بايه؟ treasures، يعني الكنوز، التماثيل of the pharaohs، اللي هم الفراعنة. ancient treasures اهي، ancient اللي هي for treasures. خلاص كده تمام. بس ancient يعني قديم، old و very old كمان. ancient يعني very old. خلاص كده حبايب قلبي. ندخل على اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اللي تشوز عندنا حبايب قلبي. انا في page 76. يلا بسم الله. is a place where you can borrow، تقدر تستعير، save or exchange money، او تستلف فلوس. يبقى ده بيكون ايه؟ the bank، اكيد البنك طبعا اللي تقدر تسحب منه فلوس، ترجع فلوس، الحاجات دي كلها. يلا المعاملات المالية عامة. page 77 اهو. لا كده مش واضحة، انا اسف، اكتبها هنا احسن. page 77 اهي كده واضحة لحضراتكم. يلا. مروة has hearing problems، مروة بتسمع ايه؟ مشاكل. she can't hear well، انا معلش. مروة has hearing problems، مروة عندها بعض المشاكل في السمع. معلش أنا آسف. she can't hear well، ما بتسمعش كويس. يبقى she is a deaf، deaf يعني أصم.
خلاص كده تمام. the antonym يعني العكس، عكس كلمة dangerous يعني خطر. طب عكس خطر ايه؟ safe يعني آمن. خلاص كده تمام. بس unsafe يعني غير آمن خطر، و serious يعني آمن، و difficult يعني صعب. التلاتة أصلا زي بعضيهم. طيب to make a noun from the verb inform يعني يخبر حد بشيء. ايه السافكس اللي هنزوده؟ هتبقى ايه يا مستر؟ information اللي هي دي. خلاص كده تمام. اللي بعديها يا مستر he doesn't like numbers، هو مش بيحب الايه؟ الارقام or math problems، او المشاكل او المعاملات الرياضية. خلاص كده تمام، اللي هي حسابات والحاجات دي. he can't be a ايه؟ mathematician. يعني ايه mathematician؟ الشخص اللي بيشتغل في الحساب والرياضة. خلاص كده تمام، ممكن مدرس رياضة، الحاجات دي كلها. طيب is writing or pictures أو صور، كتابة أو صور that people draw on walls يعني بيرسموها على الحائط. أكيد graffiti يعني رسومات اللي بتكون موجودة على الحائط. خلاص كده تمام. طيب the journey اهي كده تبقى واضحة لحضراتكم. the journey يعني الرحلة often space 2 hours بتستغرق ساعتين للإسماعيلية. يبقى الإجابة takes، بتستغرق ساعتين إلى الإسماعيلية. طيب neither my sister and I like watching TV، بيقول لحضرتك and أختي وأنا، يبقى both. ليه both؟ يعني إحنا الاتنين، أختي وأنا. طيب I was أنا كنت إيه by the number عن طريق الرقم of people who came to the festival اللي جم الحفلة. أنا بصراحة كنت مندهش جدا. اندهشت يبقى ايه دي؟ اميز، لاني انا اللي اندهشت. خلاص كده تمام، انا اللي اتعمل عليا التأثير ده. رامي is hungry، رامي جعان because عشان هو ايه lunch yet، عشان هو ماكلش الغدا بتاعه لحد دلوقتي. يبقى hasn't eaten. طب معلش يا مستر انا اسف، ليه have او has والبي ايه الفكرة في كده؟ عشان حطيت yet، مادام yet موجودة لازم يبقى نيجاتيف not، ويت بتيجي مع البريزنت بيرفكت اللي هو have او has والبي. خلاص كده حبايب قلبي. طيب I must go to the cinema، انا لازم اروح السينما. بيقول لك I am unsure، انا غير متأكد. غير متأكد من شيء يبقى might، غير متأكد من شيء يبقى might. تنفع مية على فكرة بالمناسبة، تنفع مية بالمناسبة، بس خليك في might 200%، لأن دي اللي عند حضرتك في المنهج. فهمت قصدي أنا بتكلم في إيه؟ بس كده الحمد لله رب العالمين، أنا خلصت مع حضراتكم محافظتين مهمين. إن شاء الله أشوفكم على خير بكرة بإذن الرحمن. سلام عليكم.